السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوف معكم حريشات بسميده رقيقة وبالجبن والزيتون الزعتر. لهاد الحريشات غنحتاجو نص كيلو ديال السميده رقيقه، عندنا واحد خميره ديال خميره كيماويه، عندنا كاس لارو ديال الزبده مخلطه مع الزيت اولا ممكن نستعملوا زيت زيتون، عندنا كاس معامر ديال الحليب اللي دفيناه واحد شويه، عندنا كاس ديال الماء عادي، عندنا نصف ملعقه صغيره ديال خميره ديال الخبز، شويه ديال الملحه، معلقه ديال سكر سنيده. بالنسبه للحشو عندنا زعتر اللي دفيناه واحد شويه، وعندنا الجبن، اي نوع ديال الجبن ممكن تستعملوا جبن ديال البواطه اولا الفرماج هذا ولا اي نوع توفر عندكم. عندنا زيتون اسود اللي حيدنا ليه العظم قطعناه طريفات صغار، وعندنا سميده رقيقه ديال التفناد، ونبداو على بركه الله. في البدايه غادي نضيفوا هاد شويه ديال الخميره اللي عندنا، غادي نضيفوها على الحليب، وغادي نخليوه واحد شويه على ما يذوبوا الحبيبات ديال الخميره. من بعد غادي نجيبوا سميده غنضيفوا ليها سكر سنيده، نضيفوا الملح، وغادي نضيفوا الزيت اللي مخلط مع الزبده. من بعد غادي نضيفوا الخميره الكيماويه، وغادي نبسوا هذا الخليط حتى يتلبسوا الحبيبات ديال السميده بالزيت اللي عندنا. هنا من بعد ما تبس لنا الخليط غادي نضيفوا ليه الحليب اللي ضفنا ليه الخميره ديال العجينه، وغادي نضيفوا الماء. غادي نخلطوا غير بشويه، غير باش تخلط لنا السميده مع المقادير، ومن بعد غادي نتوقفوا غنخليوها ترتاح على ما نوجدوا الحشو ديالنا، ومن بعد غنتلاقاو باش نصوب منه مكورات. هنا بالنسبه للحشو انا وضعت قطع الفرماج في السوبيره، ممكن تستعملوا الجبن. غنضيف ليها نضيف ليهم الزعتر اللي سخنته من قبل، غادي نضيف زيتون، من بعد ما ارتاح لينا الخليط ديال السميده دابا غنبداو نشكلوا فيه كرات. وغادي نوضعوا فيه الخليط ديال الفرماج مع الزيتون والزعتر. بعد غادي ندوزوهم سميده رقيقه، وغادي نوضعوها مباشره في المقله وهي بارده.
غنستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا ديال السميده، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش كيطيبوا. بالنسبه للعافيه غنديروها على عافيه متوسطه، نطيبوهم من الجوانب بجوج، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه النهائيه. هنا من بعد ما عمرنا المقله بالحريشات غادي ندوزو باش نطيبوهم على نار متوسطه، ومن بعد باش نكملوا الباقي اللي تبقى لينا في العجين ديال السميد، ونتلاقاو من بعد. وهكذا كيكونوا الحريشات من بعد ما كيطيبوا. ناولوهم بصحتكم وراحتكم، وشكرا لكم.